السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله نهائي السوبر المصري للأهلي فيوتشر. حبيت بس أتكلم إن الأهلي طبعا في الفترة اللي فاتت ديت اللعيبة كانت مش عايز أقول لك لفظ إنها كانت متدغدغة. كأس العالم للأندية قبل السوبر المصري على طول دوت السوبر الافريقي، دوري السوبر الافريقي اللي كان في سان داونز والوداد والترجي، ودوري ابطال افريقيا والدوري والكاس. فاللعيبه تعتبر يعني في خلال الشهر اللي فات دوت لعبت كل يومين ماتش. فاللعيبه كانت متدغدغه فعلا حرفيا يعني، وكانت مكسره. فيعتبر كويس جدا الماتش اللي فات بتاع سيراميكا ان الاهلي كسب. اي نعم كسب في الدقايق الاخيره، ودي كعاده الاهلي بلس 90. احنا برضك لازم يا جماعه ما نبقاش يعني متحملين قوي على اللعيبه كانت متكسره. بدليل شوف الماتش اللي فات الشناوي وياسر ابراهيم اصابات، اللعيبه معظمها بتلعب عندها شد. بيرسي تاو مش قادر يجري، حسين الشحات نفس الموضوع. يمكن الحمد لله امام عاشور شويه يعني اهو ماسك نفسه. اللعيبه كانت متدمره حرفيا. دي رقم واحد. رقم اتنين، احنا الكابتن ايمن الرمادي مدرب سيراميكا بيقول لك ان التحكيم ومش التحكيم. يا كابتن ايمن، انت في اول ربع ساعه احمد ياسر دهس رجل محمد عبد المنعم، دهس رجله، والحكم حتى ما ادوش انذار. ولو الفار رجع لكره في اي دوري، الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، الدورات العربيه، لو الفار رجع للكره تاني ممكن يطرد، وما خدش انذار، والاهلي ما اعترضش ولا عمل مشكله. محمد عنتر لاعب الزمالك السابق نازل في اللعيبه تكسير. محمد عادل اللعيب بتاع خط النص بتاع سيراميكا برضك نازل تكسير في اللعيبه، وفي الاخر خد انذار. كان ممكن ياخد انذار تاني بس ما اتطردش وكمل الماتش على كده. وانت ما تجيش تقول لي التحكيم، اصل بيقول لي لعيبه الاهلي حضرتك وبيقول لي لعيبه سيراميكا انت لو عملتوا زعق لهم. ما تقولش حجه التحكيم، مفيش حجه. انت بتلعب الاهلي والاهلي متدغدغ. انت قعدت 10 ايام عامل معسكر اعداد، ولعيبه الاهلي جايه لك متدغدغه. انت اللي خفت تلعب. انت كل الماتش كله هجمتين. الكره اللي محمد عبد المنعم غلط فيها وخدها منه اللعيب وانفرد بالشناوي طلعها، والكره الثانيه لما مصطفى شوبير نزل اللي جت في العارضه. بقيت الماتش كله ما عملتش حاجه. الاهلي مضيع بتاع 6 7 كور. فما تجيش تقول لي النهارده التحكيم ومش عارف ايه تمام. دي الحاجه الثانيه، الجول النهارده اللي الاهلي جابه اون جول. يعني اللعيبه امام عاشور جاي من نص الملعب معدي من واحد واثنين ولعب الكوره جت في رجب نبيل، بعدين جت في العارضه ورجعت جت في اللعيب الارسل بتاع اللاعب الافريقي ودخلت الجول. فما تجيش تقول لي النهارده ان مش عارف التحكيم والتحكيم. انت كان عندك 10 ايام عامل معسكر اعداد، ولعيبه الاهلي جايه لك متدغدغه زي ما انا قلت متكسره. ما تجيش النهارده تقول لي التحكيم. بلاش الشماعه دي. الاهلي لما بيتغلب من اي ماتش اللعيبه بتخرج عادي معرض ان اي فريق يكسب ويتعادل ويتغلب. ماشي؟ فما نقولش كلمه التحكيم. دي رقم واحد. رقم اتنين، النهارده انا عارف ان اللعيبه تعبانه ومنهكه، بس على قد ما نقدر دي بطوله، ماتش لبطوله. فانا بتكلم على مستر كولر. الماتش اللي فات انت ريحت اللعيبه، النهارده بعض اللعيبه طبعا. النهارده هنلعب بالفريق بتاعنا الاساسي على قد ما نقدر عشان نحسم الماتش، عشان برضك مش عايزين نخش في ايه، في وقت اضافي وضربات جزاء. وطبعا انت لعيبتك ميته. وبالتوفيق للاهلي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.